نيمار يرقص ويقفز بقدمه المصابة. زلزال في الهلال ومطالبة بالرقابة. فرصة اللقب الثاني للنصر ولحظة الانتقام حانت للهلال. حرب الوديات. أول قرار من جيسوس بعد الفوز على الغرافة القطرية. وديا أهلا وسهلا بكم متابعي قناة منبر الهلال. فضلا منكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الاشتراك وترك آرائكم في صندوق التعليقات. والآن إلى تفاصيل النشرة. أثار مقطع فيديو للبرازيلي نيمار جونيور جدلا واسعا وسط مدرج نادي الهلال السعودي الذي انضمه له اللاعب في الصيف الماضي. والتقطت أعين الكاميرات نيمار في البرازيل وهو يرقص ويقفز بعد فترة قصيرة جدا من العملية الجراحية التي أجراها للتعافي من القطع بالرباط الصليبي. المقطع تسبب في غضب عارم في المدرج الأزرق بسبب غياب الرقابة الهلالية على مشوار علاج اللاعب أو الإشراف الطبي على مثل تلك التصرفات التي اعتبرها الجمهور متهورة للغاية. سلوك نيمار دفع الجمهور للمطالبة بتدخل رسمي من الهلال للحديث مع اللاعب ومتابعة تحركاته بشكل أكبر. ويلتقي الهلال ضد النصر في نهائي كأس موسم الرياض في 8 فبراير على ملعب كينغدوم أرينا. يلتقي الهلال ضد النصر في نهائي كأس موسم الرياض في 8 فبراير على ملعب كينغدوم أرينا. مباراة رد الاعتبار بين الهلال والنصر، وتمثل المباراة أهمية معنوية كبرى للفريقين رغم أن المواجهة تصنف ودية، إلا أن النصر يسعى للفوز للمرة الثانية هذا الموسم بلقب على حساب الهلال بشكل مباشر. الهلال يسعى هو الآخر للثأر من الخسارة في البطولة العربية أمام النصر حين احتفل رونالدو بلقبه الأول مع العالمي. النصر أيضا يرغب في الثأر من خسارة الهلال في الدور الأول من دوري روشن بثلاثية نظيفة، ويريد أن يعود الهلال للنصف الثاني من الموسم دون أن يتلقى خسارة ويدخل بمعنويات مرتفعة في ظل صراع شرس على اللقب. اتخذ البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي قرارا هاما، وذلك بعد الفوز على الغرافة القطري مساء اليوم السبت. وحقق فريق الهلال فوزا غاليا على نظيره الغرافة القطري بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على استاد ثاني بن جاسم أثناء فترة التوقف الدولي خلال إقامة بطولة كأس آسيا قطر 2023. وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس مساء اليوم أن جيسوس قرر منح اللاعبين إجازة لمدة يومين على أن تستأنف التدريبات مساء الثلاثاء المقبل، ويستعد فريق الهلال لمواجهة النصر السعودي في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد المملكة أرينا في ختام بطولة كأس موسم الرياض قبل العودة لاستئناف المسابقات بعد انتهاء فترة التوقف. ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد النصر في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، أي 10 مساء بتوقيت أبو ظبي، أي 8 بتوقيت القاهرة.